السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة شركة الليسي للدراجات بتقدم لكم ريفيو جديد لعجلة جديدة. النهاردة اخترنا عجلة متميزة جدا في السوق المصري، وهي الدراجة ترينكس M136 برو، وده أشهر موديل موجود في شركة ترينكس تقريبا. طبعا الموديل ده شعبيته كبيرة جدا، فتعالوا بينا نستعرض المواصفات العامة للموديل ده. طبعا قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. نبتدي المراجعة بتاعتنا كالعادة. نبدأ بالفريم. الفريم ألمونيوم بالكامل، مصنوع من ألمونيوم سبيكة 6061. مقاس الفريم اللي معانا ده مقاس 18 بوصة. طبعا الفريم واضح جدا جودة الألوان بتاعته والتدخلات بتاعتها الجميلة. كمان طبعا شركة ترينكس معروفة بجودتها في التقفيل، فبنلاقي حتى اللحامات بتاعت الفريم شكلها معتدل. طبعا اللي بيميز الفريم بتاع العجلة اكتر حاجة بتميزها طبعا الكابلات اللي من داخل الفريم. عندنا الكابلات بتخش يمين وشمال من الداون تيوب، وبتخرج من تحت للجشمة الأمامية وللخلف للجشمة الخلفية. ده الشعار شركة ترينكس اللي بيكون في مقدمة الفريم. بعد كده عندنا الفورك بتاع العجلة. الفورك طبعا هو من الحديد مش من الألمنيوم. الفورك مزود بلوك بيفتح ويقفل المساعدين. نيجي للجنوط. الجنوط من الألمنيوم. طبعا الجنوط هرمي، الارتفاع بتاع الهرمي بتاعها 20 مللي. عدد السلوك اللي موجودة في الجنط 36 سلك. السرة الأمامية كويك ريليز. هي السرة طبعا سرة ألمنيوم، بس هي طبعا مش مكتوب عليها ماركة، هي بيلي راس. لكن طبعا أكيد يعني اختيارات ترينكس بتبقى حاجات كويسة، لأن احنا عارفين طبعا شركة ترينكس شركة محترمة جدا وبتقدم حاجات كويسة، فأكيد السرة هتبقى شيء محترم. الكاوتش من نوع كندا. الكاوتش مقاس 29 في 2.10، كاوتش عريض. النقشة بتاعت الكاوتش زي ما حضراتكم شايفين نقشة عالية، نقشة عالية جدا. جروب السرعات. نبدأ بالشفترات. الشفترات شيمانو 3/7. طبعا الشفترات الشيمانو الموديل بتاعها هو EF 500. طبعا دي شفترات ماليزي، شيمانو ماليزيا، من اجود الشفترات اللي موجوده في مصر. بتنزل في الفئه المتوسطه دي ان الشفترات تكون ماليزيا. الجشمه الاماميه شيمانو تورني 3 سرعات. الجشمه الخلفيه شيمانو تورني TZ. هو هنا طبعا هي مكتوب عليها 6 سرعات، لكن هي طبعا الجشمه معروفه اللي هي الستة، بتشتغل 6 و7. الفري ويل ماركه محترمه جدا، وهو برضو فري ويل شيمانو. الترس الكبير بتاعه 28 سن والصغير 14. الجنزير هنا مافا. عندنا هنا الترس ودراع البدال من شركة ترينكس. قلب البدال رومان بيل، كفف ألومنيوم. طبعا في إضافة جامدة جدا إن هنا الفرامل الديسك الأسطوانة بتاعتها 180 مللي، أسطوانة كبيرة. ده طبعا بيعمل على تثبيت سريع جدا للعجلة. ممتاز جدا حجم الأسطوانة الكبير ده، خلفي وأمامي. السرة الخلفية ألمونيوم، لكن هي مش على كويك ريليز، هي صماويل. نيجي للطيش الكرسي، هو طيش ألمونيوم من شركة ترينكس. الكرسي هنا على إلين، وفي الترقيم بتاعه طبعا لو عايز تطلعه قدام او ترجعه ورا. الكرسي ترينكس، شركة ترينكس، كرسي مريح وطري. عندنا تحت منه العاكس الخلفي، وطبعا عندنا العاكس الأمامي. عندنا 2 عاكس في الجنوط. الجادون بتاع العجلة جادون كبير جدا 70 سنتي، وده جادون مفرود كبير جدا. البار الجادون من الحديد، الرقبة من الألمنيوم. نيجي بقى لملخص المراجعة بتاعتنا. طبعا العجلة غنية عن التعريف، معروفة في السوق المصري بالكامل. القوي جدا في العجلة دي هو طبعا جروب السرعات الماليزي. ده جروب أصلي مش كوبي. ده بيميز العجلة دي. العجلة فري ويل بتاعها شيمانو. الكاوتش كندا. يعني العجلة ممتازة جدا، خامة قوية جدا.
اثبتت نفسها في السوق المصري. الناس كتير من الناس اللي اشتروها بيشكروا فيها طبعا. العجلة دي موجودة في السوق المصري ما بين 3600 و 3800 جنيه تقريبا. العجلة يكاد يكون ما فيش فيها عيوب، يعني العيوب اللي فيها بسيطة، كان ممكن يضاف إليها اندبار قرون الجدون. العجلة كلها ممتازة، خامتها ممتازة، شركتها كويسة جدا. العجلة موجودة عندنا، في عندنا شحن لكل المحافظات. يا ريت ما تحرموناش من آرائكم في الكومنتات. اي حد عايز ريفيو عن اي عجله يا ريت يقول لنا، واحنا يعني بنبذل قصارى جهدنا ان احنا نلبي لكم كل طلباتكم. وشكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.